صباح الخير يا حلوين، وحشتوني. عاملين ايه؟ هو انتوا فين اصلا؟ اي حد يدخل يشوف الفيديو بتاعي اهلا وسهلا بيه. نورني والله العظيم واسعدني جدا جدا جدا. بصي بقى، انا هعمل الاكله النهارده طبعا كل المصريين بيعملوها، والسوريين والعراقيين والسوريين وكل الاجناس بتعملها، كل واحد طبعا على طريقته. اقصد يعني كل الجنسيات بتعمل المحشي، كل واحد بيعمله بطريقة مختلفة. فانا هعمل النهاردة المحشي المصري العزيز على قلبي وعلى قلب كل المصريين. انا عارفة طبعا ان انتوا شاطرين جدا جدا وبتعملوا المحشي ويمكن بتعملوه بطريقة افضل من اللي انا بعملها. انا بعمله الحقيقة على طريقة ماما، بحبها وهي دي اللي انا بعتمدها. بصي بقى، انا بقولك ايه، شايفة حجم الكوسة دي؟ هي دي الحجم المناسب جدا للحشو. اما التانيين دول، الكوسات التانية دي ما لا، مش مناسبين للحشو الحقيقة، طوال قوي. هما يعني عرضهم او قطرهم او تخنهم حلو، لكن طولهم طويلة الكوسية شوية، بس مش مشكلة. انا دلوقتي ايه، قشرت القشر بتاعها كده بسكينة مشرشرة. استخدمي سكينة مشرشرة عشان السكينة العادية ممكن تجرح. وبعدين، انا مش بعلمك والله خالص، انا مشكلتي بس ان انا يعني عايزه اعمل فيديو عشان انتوا شايفين القناه صغيره، كل مره بقول الكلام ده، فلازم ان انا اعمل لها فيديوهات كتير. فانا الحقيقه ما عنديش وقت خالص خالص اعمل روتين او اوريكم حاجات انا شارياها، وعندي افكار كتير وحاجات كتير عايزه اشاركها معاكم، بس مش عارفه ليه من ساعه ما قلت لكم انا ما عنديش وقت. عندي وقت كتير، وانا اصبح ما عنديش وقت خالص. يعني يومين كده ان شاء الله والامور كلها تتظبط واعمل معاكم احلى فيديوهات ان شاء الله. بصي يا حبيبتي، في شويه حاجات كده هقولها لك في الفيديو، لعلها تفيدك يعني، بما ان الفيديو عادي وطبيعي جدا وكلنا بنعمل المحاشي. ايه بقى؟ ان دي المقوار اللي هو اسمه الشنيور، اكيد عارفينه، يعني مش عارفه اوصفه لكم. هو دي سن كده ويدخل ايه، يلف جوه الكوسايه. مشكلته ايه؟ ان هو عايز كوسه تخينه شويه او خضار تخين شويه. ليه؟ عشان ما يجرحش لما بيدخل يلف جوه، بيجرح الكوسه. اما بقى بصي، المقوار ده عباره عن مقشره، حلو جدا جدا وسهل. بصي بيطلع القلب بتاعها عامل ازاي، تحفه، مش مفرفت ولا حاجه، متماسك كده، فبيبقى لذيذ جدا. بس مشكلتها ايه بقى المقشرة دي؟ انها قصيرة. لو نلاقي مقشرة طويلة شوية تبقى حلوة قوي. فهعالجها ازاي؟ ان انا هاخد المقوار العادي واكمل الحتة اللي تحت اللي بشاور لك عليها دي. حلو، تمام. ناويين تعملوا لي لايك ولا لا؟ ناويين ولا لا؟ قولوا لي. قولوا لي لو ناويين تعملوا لي لايك اقول لكم الف الف شكر، ولو مش ناويين برضو شكرا جزيلا انكم حضرتوا الفيديو ونورتوا قناتي ونورتوا بيتي. اهلا. خلاص انا هخلص والله، خلاص يعني انا بنجز الموضوع خالص، يعني مش هطول عليكي ابدا. اهي اخر واحده انا بعملها، وتمام كده، حلو قوي. تمام، خلصت انا كده. ماشي، تعالي بقى ندخل على المطبخ. انا على فكره القلب ده مش هرميه، هحطه في ارضيه الحله، علشان هو ده كل الفوائد في اللب بتاع الكوسه. اه، احنا بقى دخلنا المطبخ دلوقتي مع بعض، وهندخل. انا طبعا عامله النهارده كوسه، بدنجان، فلفل، طماطم، يعني كل المحاشي. بصي مدلعه الدنيا. بس البدنجان بقى انا بجيبه ايه، صراحه جاهز. ليه؟ قولي لي ليه تجيبيه جاهز؟ لا، اولا بيبوظ الايدين، يعني بيبهدل الايدين والضوافر. سيبك من الايدين، ممكن تغسليها كويس جدا ونقطه كلور كده بيخليها زي الفل، لكن الضوافر بتتبهدل. وبعدين يعني ما بتستفيديش بالقلب بتاعه. تالت حاجة بقى وأهم حاجة، إن اللي بينضفوا الخضار دول ستات بتسترزق. فاحنا نبقى عيننا على كده، ان هي يعني هتاخد كام في الكيلو؟ كلام فاضي. فاعتبريه صدقة اكلك، يعني صدقة الطعام، ان انتي ساعدتي حد برضو محتاج للشغل ده. خلاص، انا حطيته في ميه ولقيت الطبق صغير، فقلبته في طبق كبير وحطيت عليه ميه تاني وملح تاني، واحطهم كده.
دخلت بقى ايه على الخضره اللي هو بقدونس والشبت. ده بقدونس يعني. بصي انا بعد ما بغسله وبنضفه كويس طلع منه الاصفر وكله كله، بشيل الجزء اللي فوق. اما الشبت واقطع يعني بقيه البقدونس. اما الشبت لا، باخده كله على بعضه لان هو طعمه جميل كله. يعني العيدان بتاعته فيها طعم اقوى من الورق. كويس. دلوقتي بقى هنضف الطماطم وهتشوفي ايه هعملها ازاي. الطماطم دي بتبقى لذيذة جدا جدا في الحشو. انا شخصيا بحبها. معرفش انتي بتحبيها زيي ولا لا، يا ريت تقولي لي في كومنت منك حلو كده. شفتي بقى، شفتي بقول لك حطي لي كومنت ازاي بالراحة. طيب حبايبي والله منوريني، اي حد يشوف الفيديو منورني وانا سعيدة جدا جدا. اهو ادينا بنتعرف على بعض وان شاء الله اللي جاي احلى بكتير. بصي انا بعملها كده بالسكينه، بقطعها بالسكينه وبعدين اسلكها كمان داير ما يدور كده بالسكينه وانزلها بالمعلقه. بتبقى سهله قوي قوي قوي، ولا بتبهدل الطماطمايه ولا بتقطعها ولا اي حاجه. يعني السكينه مش بتقطعها، على خفيف كده تاخديها داير تسلكيها وتنزلي القلب اللي فيها. القلب ده طبعا احنا مش هنرميه، هنستفيد بيه طبعا. هقول لك بقى المقادير عشان تبقي استفدتي حاجه جديده من الفيديو. احيانا احنا بنعمل المحاشي نلاقي الحشو طلع كتير، الحشو طلع قليل. فانا هقول لك بالظبط المقادير ايه. بصي، ده الفلفل. بصي هعمله بسرعه البرق، يا سلام لو كل حاجه تخلص بسرعه كده. شوفي ستي، ده نص كيلو فلفل على كيلو كوسه، كيلو وربع كوسه، على كيلو بدنجان، ونص كيلو طماطم. خلاص، احنا عرفنا كده نص كيلو فلفل، نص كيلو طماطم، كيلو وربع بدنجان، كيلو وربع كوسه، كيلو بدنجان. ده عليهم بقى قد ايه؟ انا دلوقتي بعمل البصله معاها قرنين فلفل حامي يعني حار. تمام، جهزت اهو كله مع البصله. باخد بصله واحده. انا مش من انصار اللي احب احط البصل كتير بصراحه في الاكل، يعني بالمعقول. والطماطم اللي احنا نزلناها من قلب الطماطم اللي هنحشيها ضربناها. ودول كوبايتين اتنين رز، كوبايتين رز اللي هي 250 ملي بتاعت الشاي العادية خالص. ونزلت بقى بالبصلة والخضرة وشوية ملح. يعني بحط معلقة كده وشوية، معلقة فلفل وشوية أو حسب ملحك وفلفلك، وشوية شطة صغيرين لأن الفلفل اللي أنا حطيته مع البصل ما طلعش حامي. وقد 4 معالق زيت. بحب احط فيه الحشوة زيت علشان تخلي الرز مفلفل ومفرفر. تمام. هقلب بقى كويس قوي وهديها معلقة طماطم، صلصة طماطم، عشان يعني تديها لون شوية كده ايه على محمر. استخدمت ايدي سامحيني، مفيش حاجة هتخلط كل المكونات دي الا ايدك. ربنا يخلي لنا ايدينا يا رب. طيب هسيب بقى الخلطة دي تاخد من طعم بعضها كده على جنب، وهاجي اتبل اعمل تتبيلة الفراخ او الدجاج. 6 فصوص توم. الخلطة دي بتاعت التوابل الدجاج دي تحفة، والله تحفة. اكيد اكيد انتوا عارفين انا بعلم مش بعلم، يعني انا بشارككم بس. حطيت بقى ال6 فصوص توم مع شوية ملح وشوية فلفل على حسب ما انتي عايزة، وكمان شوية بابريكا، يعني قولي معلقة 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 اللي هي فلفل ملح بابريكا. وبرده حطيت سنة الشطة بتاعتي، ما بتخليش الأكل حامي خالص، لكن بتخليه طعمه طعم حلو يعني. وبعدين معلقة وربع كده من الزعتر اللي هو الزعتر الشامي. بحبه جدا جدا مع الفراخ، بيديها ريحة في الشوي فظيعة فظيعة بصراحة. واضربهم كويس قوي بقى في الطحان ده او الكبة. ودلوقتي ايه هنجيب الفراخ ونتبلها مع بعض. هو كان المفروض بصراحة اعكس، يعني اعمل تتبيلة الفراخ الاول واسيبها مدة طويلة وبعدين اعمل المحشي، بس سامحوني بقى كنت سايبة الفراخ تفك ومش عارفة ايه ونقعاها كده يعني. خلاص. طيب انا هعمل النهاردة ايه؟ وراك. هما 3 وراك مفيش غيرهم، بس ما شاء الله ايه 3 وراك كبار حلوين. باجي اقطع من عند المفصل كده، بتبقى سهلة جدا. يعني بظبط بس السكينة على المفصل هتلاقيها ايه اتقطعت بسهولة. خلاص.
طبعًا اللي عايز ياكل جزئين، اللي عايز ياكل 3، اللي عايز ياكلهم كلّهم بألف هنا، لكن أنا قصدي أقول إيه، يعني لمّا بتبقى الوراك كبيرة بيبقى شكلها مش حلو لمّا بتحطّيها كبيرة كده، فكده شكلها أنا باحسّها ألطف صراحة. وزي ما بتحبي طبعًا أنتِ وذوقِك في الحاجات دي أنتِ وتقديرِك يعني. في ناس بتحب تحط حتة الفرخة كده ما شاء الله كبيرة، أنا شخصيًا لأ، لمّا بالاقي الحاجة كتير كده ما نفسي بتقفل. خلاص قطعتهم كلّهم أهو، وممكن تعمليهم كده والله العظيم والجزء الواحد هيكفّي ولادِك وجوزِك وكل ضيوفِك. آآ بس بقى أنتِ واللي بتحبي. خلاص أنا حطيت بقى التتبيلة على الفراخ ورشّيت عليها رشّة زيت والليمون، أهم حاجة الليمون، اعصري عليها ليمون كتير. واخدة بالِك أنا باعصر الليمون على إيه، على مصفى، عشان ما عنديش عصارة ليمون للأسف، فباحطها على المصفى كده واعصرها ما فيش أي مشكلة، البدايل في المطبخ كتير ما توقّفيش نفسِك على حاجة. الله! الكاميرا كانت هتُقع، ربنا ستر. خلاص أنا حطيت لي مثلًا ليمونة كبيرة ونُص، ممكن كنت أحط التالتة كمان بس يعني قُلت كفاية، هي بتحب الليمون. بعدين بقى إيه، هافرُكها كويس أوي بالتتبيلة كده، حلو خالص. هاحط لها إيه بقى دلوقتي، هاحط لها 3 بطاطسات بالعدد، يعني أنا مش عاملة صينية بطاطس بالفراخ لأ، مجرد بس إن إيه، يعني حطيت شرايح وشرايح مش تخينة أوي مش رفيعة أوي. تعرفي البطاطستين اللي باحطهم دول يعني بيخلصوا هوا ما شاء الله. لو عملت صينية بطاطس بالفراخ بتبقى تقيلة وما بتتاكلش. نزلت بقى عليها بقية التوابل وفركتهم كلهم مع بعض ونزلتهم على الصينية. هديها بقى دلوقتي ايه شوية مية كده صغيرين علشان البطاطس تستوي فيهم. طبعا الفراخ هتنزل مية والبطاطس مية، فمش هحط مية كتير، شوية كده صغيرين وبس. وهسيبها بقى شوية في التتبيلة. بس بصي بقى الحركة دي. مم. ايوه. ده شغل مونتاج ده يا جماعة، ها، انا بحب المونتاج قوي. طيب خلاص هسيبها بقى تتبل، وهنزل بقلب الكوسة اللي احنا طلعناه من الكوسة في أرضية الحلة. والله بيبقى طعمه لذيذ جدا. انت عارفة انا باكله بالشوكة كده لما بتفضل حلة او بفضي الحلة، يعني باكل القلب ده بالشوكة كده بيبقى طعمه حلو قوي. هبتدي اول حاجة احشي ايه، البدنجان، لان هو بياخد سوا اكتر طبعا من الكوسة، فبيتحمل النار اكتر تحت. بصي انا بحطه نايم، مش مش واقف كده في الحلة، لا نايم. وده مش عشان ده صح وده غلط، لا لا لا، مطبخ ما فيهوش صح وغلط، في بحب ايه وبرتاح لايه نفسيا. فماما كانت بتعمل كده، فانا كمان بعمل زي ماما. معلش. شوفي بقى، يا ريت كل حاجه تبقى سهله كده وجميله. يا سلام ايه السرعه دي. حطيت لها بقى معلقه سمنه كده على الوش وغطيتها واحطها على النار. دلوقتي اهي الفراخ الله طلعت، يا جمالها. ألفين صحة وهنا. وبصي بقى المحشي صحيح المية بتاعته كتيرة شوية، فأنا هصفيها ما تقلقيش خالص. وهغرف بقى الطبق العملاق بتاع كل المحاشي الجميلة، ريحته تجنن. بس كان عايز ايه، رشة نعناع على الوش. يلا حبيبتي، صحتين وألف هنا. باي باي.